كانت عندنا هنا في مدينة وجدة شيخ كبير علينا كاملين. جا واحد آخر يقول الشيخ علي الوسيني، هو الأصل جزائري اللي وسينا هنا عندنا في الحدود. هذا الشيخ عاود كان ولي الله، كان عنده كلام عجيب حتى هو. ومن بعد هذا جا الشيخ خويزر النهاري. هذا الشيخ خويزر النهاري حتى هو عنده ما يقول ويعرفوه الناس وجدة مجموعين. ومن بعد هذا جاو شيوخ اخرين من الجزائر، لا في الشرق ولا في الغرب. كان هذا الشيخ فلان ما يعقلش عليه هذا الشيوخ تاع اليوم، كان هذا جزائري منيعي. بسم الله يا مولانا العلام، سبحانك يا خير القيم القدرام. خلال مدينة وجدة في 29 مارس 1907. هذا المكان كذلك كان مكان عبور. إضافة إلى هذا الساحة كانت فضاء للفنون الشعبية وللملحون البدوي بالدرجة الأولى اللي تميز به الجهة الشرقية. إذن إلى عهد قريب، إلى بداية الخمسينات الأربعينات والخمسينات، كانت مدينة وجدة مكانا لالتقاء ثقافات وأهازيج وفنون شعبية مختلفة قادمة من الجزائر، حيث نعرف أن كثير من الفنانين الشعبيين وشيوخ الملحون البدوي كانوا يجوا للساحة ديال سيدي عبد الوهاب، مكانا لالتقاء فنون شعبية مختلفة قادمة من الجزائر، حيث نعرف أن كثير من الفنانين الشعبيين وشيوخ الملحون البدوي كانوا يجوا